لهذا الصراع، لكنني اليوم أريد فتح صفحة جديدة من وجهة نظري. هذا التصريح يمثل دعوة صريحة مباشرة للإسلام ولحل يتركز على مفهوم المجتمع الديمقراطي. إنها دعوة السلام تحمل مضمونا متماسكا وجادا وتشير التطورات الأخيرة إلى بعض ملامحها، والخلاصة الوحيدة التي يمكننا استخلاصها من هذا هي فقط الذين خاضوا الحرب يمكنكم صنع السلام، أي أن القوى الثانوية أو الأطراف الوسيطة والحلفاء ليسوا هم من يمكنهم تحمل مسؤولية السلام، بل فقط من تحمل مسؤولية الحرب بصفة مباشرة هم من يستطيعون القيام بذلك، لأن السلام شأن جدي بقدر الحرب ومسؤولية. هذا الحدث الجاد تقع على عاتق أولئك الذين كانوا في مقدمة الصراع، وبالتالي واقعية، فإن الدولة هي من تدير الحرب، ومن هنا أشعر بالحاجة إلى تحويل هذه الحرب إلى محاولة جدية للسلام وبداية جديدة. لقد استجبنا على الفور مقتنعين بأنه لا يجب ترك اليد الممدودة دون رد، ولا يمكن تجاهل هذا الصوت. وبصفة المسؤول الأول عن هذه النضالات شعرت بالمسؤولية للرد سريعا، وتم الإعلان عن ذلك أمام الرأي العام، والعبارة الحاسمة هي فقط الذين حاربوا هم من يصنعون السلام، أما الأطراف الأخرى فلا تملك القدرة على تحقيق السلام، فهي أطراف ثانوية أو مساعدة، والمبادرة الحقيقية يجب أن تكون بيد من كانوا بالطليعة. لقد دخلنا في مسار جديد. تشتك مجيكرت إنه سروكتي حياة أنا كا يعني دفي شريد وفي برشون وفي شريد قشي في حرب سرسري مجيد يعني سروكاتي إمراري مقاومة كر دبيك أمجي دفرد أمجي يعني الفر أمبرسفة كي بدن أمجش دستقبن أمجي في آشيتي بفن سري بقولوا جبيك أم دستقبن أم يعني أم في جفاكي آفا بكن جفاك آفانا بديمقراطية تجي تشينابه دبيك دستي ما قش ذهب دبش بوك أم جفاك ديمقراطي تشيك جبو جفاك ديمقراطيك آفا بفيد دبيك كسني ديمقراطي تيدا بنو تاك أم جفاتي آفا بكن ديمقراطيك بنجي ملته ما قش ديمقراطي بيجي يعني أم دقهن هدف أخوه إنساني عنصري دبي مروي آفا بك جبو مروي آفا بك دبي مرا دسبيك مرد يعني زانب الديمقراطية شي حياة مرويجي آفا بك بخو قال ويبرخد بك شي نجبو مرويجي آفا بك ديمقراطية كي بيرشيك جبرك إنسان قلنا ديمقراطي بزوز ولو ناب يعني وقتك جير لازم فيكاري بك مرحلة عشتي دبيك هركس تبي بفيه مرحلة راستي صعب جي بس دبي مرة يعني هركس جي خطيت بقري راستي كسي عنصري كسي طائفي كسي مذهبي أفانا قش يعني الخوفة جيرن إنه أف مرحلة أو جيتك من في مرحلة دي خوافة بكن وفي مرحلة تبدأ درباسكن. القائد عبد الله أوجلان يقول الذين يحاربون هم الذين يحلون السلام في المنطقة وليس التدخلات الخارجية والتحالفات الدولية. السلاح له وقته والقائد له وقته والفكر له وقته. المجتمع يبني المرأة الحرة من خلال البرولداء الدورات المفتوحة والمغلقة، الحماية، تعليم السلاح، هاي كلها يبني مرأة حرة ديمقراطية. نحن كنساء هين في منطقة الزرقان ما نتخلى عن مشروعنا ولا عن سلاحنا، نروح نصير مثل العلويات والدرزيات، لا بالعكس لازم نكون ايد واحدة وما نتخلى عن مشروعنا أبدا مهما كانت الظروف، لازم نكون ايد واحدة وما نتخلى عن المشروع أبدا. لو كل النساء عالم منظمات مثل ما قال القائد عبد الله أوجلان ما كان صار فينا مثل العلويات الدروزيات. لو هسه نتعلم السلاح ونكون ايد واحدة ما راح نصير مثلهم، لا بالعكس لازم هسه نتعلم سلاح ونكون ايد واحدة مشان الله تكون مصيرنا مثل العلويين والدرزيين. انا اناشد جميع النساء انه الحرب لسه ما انتهت، وان الحرب مستمرة، ونتعلم السلاح ونتعلم التنظيم والتدريب والسلاح مشان نحمي بلدنا. نتعلم السلاح مشان النساء لا يغتصبوا لا يعتدي عليهم، لازم يتعلموا كل شيء مشان يكون قد حالهم فكريا وسياسيا وعقليا. أن تكون مثل نساء شمال وشرق سوريا نموذجا قويات عد فكر وسياسي، ونتبع فلسفة القائد عبد الله أوجلان أن نمشي على مسيره لكي نكون أقوياء وليس ضعفاء. أناشد جميع النساء بكافة سوريا أنه نمشي على منهج القائد عبد الله أوجلان لكي نتخلص من العبودية، حتى نكتشف مين نحن نكون، كيف نكون شخصيتنا. لازم نكون أقوياء، لازم نكشف حقيقتنا من خلال هالمسيرة هاي.